ما في زوجة تطلب الطلاق، كل الحريم مساكين، البلاء كل البلاء من الرجال، هم الغلطانين. يردد هذه العبارة بعض المستشارين والمستشارات وبعض الناشطين والناشطات، وهذا النفي ليس على إطلاقه، ولا سيما في الزمن الأخير الذي نعيشه. وأنا أقول بلى والله، هناك كثير من الزوجات يطلبن الطلاق دون مبرر مشروع. هي لا تقول طلقني، لكن أفعالها تقول ذلك صراحة. فعندما يأتي زوج واثنين وعشرة وعشرين وغيرهم يشكون زوجاتهم، الزوج بالمجمل زوج سوي محسن لزوجته، عائشة أفضل مما كانت عليه في بيت والدها، تعامل مع أولاده طيب، موفر أغراض البيت، مع وجود بعض السلبيات التي لا يخلو منها زوج. الزوجة لا تسمع توجيهات الزوج وترمي بها عرض الحائط، أليس هذا طلب للطلاق بطريقة غير مباشرة؟ إذا كان صراخها على أولادها يسمعه الجيران صباحا ومساء وفي كل صغيرة وكبيرة، وإذا كانت لا تعرف لغة الحوار مع الصغار إلا بالصراخ، هذا لسان حالها يقول طلقني. إذا كانت تصر على الذهاب إلى الكوفي في الأسبوع مرتين وثلاث وتصنع مشكلة إذا ما أذن لها الزوج، لسان حالها يقول طلقني. إذا كانت تريد الخروج والتمشية في الأسبوع مرتين وثلاث وتغضب إذا لم يفعل، لسان حالها يقول طلقني. من تعاند الزوج في قراراته وقوامته وتركب رأسها في الدخول والخروج، هذه تقول طلقني. من تسيء إلى الزوج بلسانها وتكشف أسرار البيت لأهلها وصديقاتها، لسان حالها يقول طلقني. من تصنع من الحبة قبة وتجعل من المشكلة الصغيرة مشاكل كبيرة، لسان حالها يقول طلقني. ومن لا تحسن فن الحوار ولا تحسن الإصغاء لزوجها في حل مشاكل البيت، هذا لسان حالها يقول طلقني. الزوجة الزعولة في كل صغيرة وكبيرة في كل شيء، لسان حالها يقول طلقني. من تهمل زوجها فلا تطبخ له كما ينبغي ولا تغسل ثيابه، وإن فعلت تفعله بغضب ثم تمن عليه وتذكره بما صنعت، هذه لئيمة الطبع، ولسان حالها يقول طلقني. من تهمل البيت والأولاد، لا نظافة ولا ترتيب ولا احترام للوقت، هذا لسان حالها يقول طلقني. إذا كان غالب أوقاتك تتعاملين بتلك الصفات، ومن يوم عرفك الزوج وأنت كذلك، فأنت تسعين إلى الطلاق، ولا ندعو إلى المثالية. أنت في الأخير بشر، إنسانة، تغضبي وتزعلي وتخطئي وتنسي وتتعبي مرة ومرتين وثلاث، ومن واجب الزوج مراعاة نفسيتك وأحوالك. أنا أتحدث عن المرأة التي لا تعدل الخطأ، أتحدث عن المرأة العنادية. يا بنات، الأسرة تبنى على احترام الزوج وإدارة المشاعر وحسن التدبير والاهتمام بالزوج والأولاد. نجاح الزوجة بحسن الإنصات وطاعة الزوج بالمعروف قربة لله وطاعة لرسول الله. نجاح الزوجة بالمحافظة على نفسها وحجابها وعدم التساهل بالعرض والشرف. نجاح الزوجة يكون بالاهتمام بالأولاد ومساعدة الزوج في زرع القيم النبيلة فيهم. نجاح الزوجة يكون بخفض الصوت والهدوء والاتزان والتعامل بشخصية الأنثى اللطيفة مع الزوج. هذه هي الزوجة.